السلام عليكم. بما ان رمضان جاي وداخل علينا، فانا شايفك محتار، مش عارف تعمل ايه في رمضان، مش عارف تبدأ بايه وتنهي بايه. عشان كده حبيبي في الله انا عملت لك برنامج جميل جدا هتمشي عليه، سميته عمل اليوم والليلة في رمضان. هنعمل ايه في رمضان؟ هذا هو البرنامج اليومي لك في رمضان حبيبي في الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم رمضان، آمين يا رب العالمين. فابقوا معنا وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اتكلمنا قبل كده وقلنا إن رمضان موسم للعبادة وللتقوى، وقلنا قبل كده إن رمضان ده عامل زي السوق بالظبط، بتخش السوق تاخد كل اللي انت عايزه من السوق. عشان كده رمضان موسم للمتقين ومتجر للصالحين ومطهر للمذنبين، بيطهر ذنوبنا طول السنة في رمضان، ومعسكر إيماني لتقوية الإرادات. في رمضان إيمانك بيبقى قوي جدا من كتر العبادة، لأن احنا طبعا كلنا عارفين إن العبادة هي التي تورث قوة الإيمان في القلب. الصحابة رضي الله عنهم من كتر العبادة اللي كانت عندهم، صلاة وزكاة وصوم وحج وعبادة واستغفار وتسبيح وكل هذه العبادات، كان إيمان الصحابة تلاقيه قوي جدا، يعني لا يعبأ بالدنيا ولا يهتم بها أبدا، وكانوا زهادا في الدنيا لأنهم قوي إيمانهم. كذلك برضو رمضان يعمل على تقوية العزائم، يخلي عزيمتك قوية جدا وإرادتك قوية جدا. كذلك يجدد العقول والقلوب، يخلي عقلك يشتغل ويخلي قلبك يكون بحالة جيدة. وسبحان الله حينما تنظر في رمضان، إذا جاءك رمضان وأدركت رمضان، فخلي بالك ربنا سبحانه وتعالى أراد بك الخير. ربنا اصطفاك، ما قبضكش قبل رمضان، ربنا ما خدش روحك قبل رمضان، لكن سابك ليه؟ علشان يديلك فرصة تانية تعبد ربنا سبحانه وتعالى وتصلح كل اللي فات منك في السنة. فلو بصيت حبيبي في الله هتلاقي ان في ناس لم يدركوا الشهر معنا، وكم منهم كان يترقب دخول الشهر، عمال يقول بقى ايه بكرة رمضان، بعد رمضان الشهر اللي جاي رمضان، فلم يمهل لذلك وقبضه الله عز وجل. تخطفتهم المنايا فلم يستطيعوا زيادة من صالح الأعمال، ولا هم أمهلوا ليستدركوا ما فات وما كان منهم سالف. سبحان الله العظيم، يعني كان نفسهم مثلا ان هم يعملوا حاجات كتيرة صالحة في رمضان، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما ادهمش الفرصة ان هم يوصلوا اصلا لرمضان. أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. يا ربنا ادالك فرصة، ما تضيعش الفرصة دي وشد حيلك واجتهد في العبادة في رمضان. لا ربما يغفر الله عز وجل لك ذنوبك. فالبدار إلى صالح الأعمال، يعني المسارعة يا إخوة إلى صالح الأعمال. خلاص كفاية ذنوب ونرجع لربنا سبحانه وتعالى، نعبد ربنا ونزداد من العبادات، وأن نتزود في الآخرة يعني في رمضان. وإليك برنامج عملي يعني أعددناه، يعني نمشي عليه طول الشهر الكريم. وقلنا إن أول حاجة هنعملها في يومنا إن احنا هنلتزم النوم مبكرا. يعني أول يوم اللي هو اليوم اللي قبل رمضان، آخر يوم في شعبان، هننام مبكرا، ثم المكث في المسجد بعد صلاة الفجر. هننام وبعد كده نقوم نصلي الفجر، تمام، ثم نمكث في المسجد بعد صلاة الفجر وقراءة ما يتيسر لك من القرآن، فرمضان هو شهر القرآن. ففيه أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان. لذلك قال ربنا جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فحري بالمسلم في هذا الشهر العظيم أن يفرغ وقتا ليس بالقليل لتلاوة القرآن، يعني تدي القرآن وقت كبير في رمضان. مش مثلا تقرأ سورة وتبقى فرحان مثلا، أو تقرأ نصف جزء وتبقى فرحان أن أنت قرأت نصف جزء، لا تكتفي. كن من المسارعين المنافسين، 4 أجزاء 5 أجزاء
في ناس بتقرأ ما شاء الله 10 أجزاء في اليوم. ولا تجعل كل همك أيها المسلم هو مجرد تلاوة باللسان، ويكون برضو في تدبر وتعقل، علشان تكون من العاملين بالقرآن المتدبرين له. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالإنسان يقرأ ويتدبر، كلما وقف على آية فيها تدبر يتدبر، لأن هذا من أعظم مقاصد إنزال القرآن. القرآن ما نزلش يا أخوانا علينا علشان نقرأه زي ما بنقرأ الجرايد وغيرها. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه يا ربي؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحرص على البقاء في المسجد حتى تشرق الشمس وترتفع. تحاول تقعد في المسجد لحد ما الشمس تشرق وترتفع. هتكون في الوقت ده قرأت أقل شيء جزئين من القرآن أو 3 في هذا التوقيت. ثم بعد ذلك تصلي ركعتين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء اللي هي صلاة الفجر يعني جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. أخرجه مسلم. وأخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وصححه الألباني. هذا في أي يوم فكيف بأيام رمضان؟ يعني هذا في أيام غير رمضان، فما بالك بقى لما تعمل كده في رمضان. كذلك تحرص على أداء صلاة التراويح في يوم رمضان أو في أيام رمضان بخشوع في المسجد. مش تروح تصلي التراويح علشان الناس كلها رايحة، لا، يكون عندك خشوع واحتساب للأجر. فإن لم يتيسر المسجد فيمكنك أن تصليها في أي وقت من الليل في بيتك. يعني صلاة التراويح دي مش شرط ان انت لازم أن تصليها ورا الإمام، ولو ما صليتهاش ورا الإمام تبقى راحت عليك وضاعت. لا، انت ممكن تصلي التراويح دي من الساعة 10 بالليل، 11 12 1 2، المهم قبل أن ينقضي صلاة الفجر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث متفق عليه. كذلك حبيبي في الله، تحرص أن تكون حذرا جدا من الغيبة والنميمة والفحش وقول الزور والعمل به. أمور خطيرة جدا بنمر بيها في رمضان، إن ممكن تلاقي واحد صايم وجايب سيرة فلان وبيتكلم عن فلان، وربما يتلفظ بألفاظ بذيئة سيئة جدا وهو صائم. سبحان الله العظيم. كذلك يغتاب المسلمين وينم بين الناس ويفسد بين الناس بالكلام. احذر من هذه الأمور كلها، واحفظ كل جوارحك عما حرم الله تبارك وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. يعني لما حد يغلط فيك في رمضان وانت صائم، أو إن هو يسبك ويتكلم في حقك كلام مش كويس، ما تردش عليه، بل تقول إن أنا إني صائم. أنا بشرب بيدي اليمين، بس هي طالعة في الكاميرا الأمامية إيدي الشمال يعني. جزاكم الله خيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري. يبقى قول الزور يا جماعة من الأشياء التي ربما تحدث للصائم في نهار رمضان، وهناك جملة من الأعمال تستطيع أن تمارسها في أي وقت يتيسر لك. فعليك بالصدقة مثلا في رمضان، فاجتهد في أن يكون لك كل يوم في كل يوم صدقة، وإن شاء الله هتطلع جنيه واحد بس، ولو كانت درهما واحدا أو جنيها واحدا، فإن فضل الصدقة عظيم جدا وثوابها عند الله تبارك وتعالى جزيل. فاحرص على الإكثار من الصدقة، وخصوصا في شهر رمضان، هذا الشهر المبارك، اقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم.
فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. قال بعض السلف: الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق، والصيام يوصله إلى باب الملك، والصدقة تأخذه بيده أو تأخذ بيده فتدخله على الملك. وعليك بتفطير الصائمين أيضا، خليك حريص جدا ان انت تحاول كل يوم تفطر ولو صائم واحد بس، فهذا أجر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. أخرجه أحمد والنسائي وصححه الألباني. من الأعمال الجيدة في يومك في رمضان أن تصل رحمك التي قطعتها. لو حضرتك مخاصم والدك أو والدتك أو عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك أو حد من أقربائك، سارع وصل رحمك وأنت صائم. عليك بصلة الأقارب وأرحامك الذين هجرتهم، وخصوصا من بينك وبينه خلاف أو منازعة. خليك أنت الأحسن، وخليك أنت القوي، وخليك أنت الأفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لأن الله تبارك وتعالى قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا الكلام وهذه العقوبة في الذين قطعوا أرحامهم، بيخاصم والده ويخاصم والدته ويخاصم جده وجدته وخاله وخالته وعمه وعمته. سبحان الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرمضان فرصة ذهبية لكي تجتمع القلوب وتتألف الأرواح. وإذا لم يتيسر لك الزيارة فلا يفوتك الآن ما شاء الله مواقع التواصل والهاتف، تتصل بالناس وتحدثهم في الهاتف، وإن كان هذا لا يغني عن اللقاء بينك وبينهم يعني. من الأعمال الجيدة في رمضان أن تكثر من الدعاء، وكن عبدا لحوحا في الطلب، يعني تطلب من ربنا كتير قوي وتدعي ربنا كتير قوي ولا تمل أبدا من الدعاء. فاحنا اتكلمنا قبل كده وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الدعاء هو العبادة، كأن العبادة كلها دعاء بس. سبحان الله العظيم. فقال: الدعاء هو العبادة. أما كلمة الدعاء مخ العبادة فلم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن لك ساعتين للدعاء، فجد على نفسك بسؤال ربك ومولاك، فإنه مجيبك الساعة الأولى قبل الفطر، والثانية في وقت السحر، حتى أو حين يتنزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. رواه البخاري ومسلم. تحاول أن أنت يكون ليك دعوات أو على الأقل دعاء واحد قبل الإفطار، يعني يكون باقي على الإفطار مثلا 5 دقائق، وتبدأ أن أنت ترفع أكف الضراعة إلى الله وتدعو بإخلاص وتستجمع قلبك، وأنت تدعو الله عز وجل يستجيب لك بإذن الله تعالى. كذلك وقت السحر بعد ما تخلص سحورك قبل الفجر مثلا، يعني تاخد جنب كده وتستحضر على قلبك وتدعو الله عز وجل بما تريد من خيري الدنيا والآخرة. كذلك من الأعمال في رمضان أن أنت تتحرى ليلة القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه البخاري ومسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ليلة القدر ويأمر أصحابه بتحريها، وهي في العشر الأواخر من رمضان. وأحرى أن تتحرى ليلة القدر في الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان، كذلك الأحرى في ليلة 27. وأخيرا أن تحاسب نفسك يوميا على مدى جديتك وتقصيرك في الأعمال. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه بعض الأعمال التي ينبغي على الإنسان أن يكون حريصا عليها في يومه في رمضان. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال،
وأن يوفقنا وإياكم للعمل في رمضان، وأن يتقبل منا رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لمن مات من المسلمين، اللهم اغفر لمن مات من المسلمين ولم يدركوا رمضان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واجمعنا بهم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.